الاهلي يفوز بهدف قاتل للنجم قفشه. قفشه صاحب المواقف الصعبه، قفشه صاحب الاهداف المؤثره، قفشه اللي ما بتسمعلوش صوت ولا بتسمع له حس، وابو قلب ابيض اللي شبه الكاب اللي انا لابسه ده كده، من جواه ابيض. عشان كده دايما ربنا بيكرمه، بيبقى صاحب الاهداف المؤثره والاهداف اللي بتدي للاهلي الطعم للبطوله. اللي هو ايه، انا خدت الدوري بس قفشه كان سبب ان انا ما يتعكرش صفوي في اليوم اللي هاخد فيه الدوري. انا خدت مثلا بطوله افريقيا وقفشه كان سبب في ان ما يتعكرش صفوي برضو، وان انا اخد بطوله افريقيا بهدف القاضيه ممكن مع الغريم التقليدي طبعا نادي الزمالك. وكان ايه سكواد بسم الله ما شاء الله، امسك الخشب، كان افضل سكواد في افريقيا تقريبا ايامها نادي الزمالك. قفشه صاحب الهدف الثالث في بيراميدز، اللي كان برضو نازل في الدقيقه تقريبا 85. طبعا انتوا عارفين قفشه طبعا بيحب الدقيقه 85، ودي يوم الجمعه. النهارده طبعا كان خميس بس الحمد لله كان صباح جمعه، فتقريبا يعني التوقيت عنده هو مختلف عن عندنا. فمبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ومبروك يا قفشه، تستحقها يا ابني. واقسم بالله انت فعلا يعني تسلم البطن اللي جابتك، وتسلم التربيه اللي تربيتها، ان انت راجل ما بتتكلمش وبتنزل الملعب، لعبك هو اللي بيتكلم وهو اللي بيقول انا موجود في النادي الاهلي وكل جماهير الاهلي فوق راسي. وطبعا ما بننساش اللي بيقف جنبنا دايما، الجماهير كلها بتدعمه. فمبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، الف الف مليون مبروك. مش هتكلم عن السلبيات، عندنا سلبيات كتير النهارده، كنا نقدر نطلع بهدف واثنين وثلاثه لو اتبسط بالعرض لوسام ابو علي. مش هقول مين اللي ما كانش عايز يباصي، كلنا كنا شايفين المباراه، بس كان الادرينالين عالي شويه عند اللعيبه، وكل لعيب نفسه هو اللي ياخد اللقطه. وطبعا قصه اللقطه دي لازم كولر يتكلم عنها، لان كولر كان هيتجنن وكل شويه يقول هاو ازاي، يعني ايه يا جماعه، في ايه؟ الكلام بتاعه كان باين قوي انه متنرفز ومتعصب. ماتش ما كانش صعب ولا سهل يعني، ولا كان الماتش صعب ولا سهل، ولكن احنا اللي بنصعب على نفسنا واحنا اللي بنسهل على نفسنا. القفشه كورته سهله، كورته سلسه، بكل بساطه استلم تك. طبعا كان صاحب الاسيست زي المباراه اللي فاتت برضو كان عمر كمال عبد الواحد، اللي لازم يا كولر لازم تديله اكتر من كده شويه. عمر كمال عبد الواحد المفروض يلعب باك رايت اساسي على محمد هاني الفتره اللي جايه. مش بقلل من هاني، ولكن عمر كمال عبد الواحد تاثيره الهجومي وفعالياته على المرمى افضل بكتير من اي باك رايت دلوقتي في النادي الاهلي، مش هقول في مصر. طبعا ده كان فيديو. النهارده انا غيرت اسم الصفحه بتاعتي، اسمها محمد الصيفي باسمي طبعا كلكم عارفين، ولكن حبيت اخد رايكم. ايه رايكم ان انا غيرت اسم الصفحه من ابطال افريقيا الى محمد الصيفي؟ ويا ريت اللي بيشوفني اول مره يدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب على باتش محمد الصيفي. كانت اسمها ابطال افريقيا في الاول. ولو بتشوفنا على اليوتيوب في ملعب الهداف محمد الصيفي. اتمنى دعمكم يا جماعه عشان نوصل لاكتر ناس. ويا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنتات. انا حابب ان انا اخد رايكم في حاجه. انا بفضل ان النادي الاهلي الفتره اللي جايه يلعب بناشئين، يصعد كام ناشئ يلعب بيهم ويتفرج عليهم، ويمكن ربنا يكرمنا بناشئ 18 19 سنه بدل ما نجيب ناشئ من بره بملايين. هيبقى عندنا ابن النادي وبيلعب ونديلهم فرصه بدل ما نجيب لاعب من بره يعني. بس وده كان اقتراحي. يا ريت تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في المباراه النهارده، وايه رايكم في اقتراحي ان النادي الاهلي يلعب بالناشئين الفتره اللي جايه ديت، ونحاول نصعد كام ناشئ نتفرج عليهم ونتفرج على مواهب ناشئين النادي الاهلي. كان معكم محمد الصيفي، سلام. حبيت ابارك لكم بس على المباراه وعلى الدوري ال 44. ويا غريمي مستنيك في السوبر الافريقي ان شاء الله تكون اهلاويه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.